اجتنب الناس حديث هؤلاء الثلاثة 50 ليلة، وقال حتى إن الأرض التي كنت أعرفها أصبحت ليست هي الأرض التي أعرفها سابقا. صاحباي هلال وأمية جلسا في بيوتهما وقعدا يبكيان، وأما كعب فكان يخرج، وكان أصغر القوم وكان أقواهم، فكان يخرج فيشهد الصلاة مع المسلمين ويطوف في الأسواق، لكنه لا يكلمه أحد. قال: كنت آتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لم يحرك؟ وأصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي كان يشاهدني ويراني ويقبل علي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى طال علي ذلك وجفاني الناس ومللت من الأرض وما فيها، فمشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وكان قريبا له، وكانت الجدران عندهم في ذلك الوقت ليست طويلة. قال: أبو قتادة ابن عمي وأحب الناس إلي، فجئت إليه فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت أبو قتادة، فعدت فنشدته مرة أخرى فسكت، فعدت فنشدته الثالثة، فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت السور والجدار فخرجت. قال: فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من التجار من أنباط أهل الشام قدم بطعام يبيعه في المدينة، يقول: من يدلني على كعب بن مالك، من يدلني على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي، فجاءني فدفع إلي كتابا، فإذا هو كتاب من ملك غسان، وإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، اقدم علينا والحق بنا نواسك. وهذا فيها فتنة وابتلاء. هل يقدم الدنيا على الآخرة؟ وهل يكون خائنا للانتماء الذي ينتمي إليه إلى رسول الله، إلى دولة الإسلام؟ قال: فلما قرأت هذا الكتاب قلت هذا من البلاء واختبار، فذهبت إلى التنور فوضعت هذا الكتاب في التنور وسجرته فيه وأحرقته، حتى مضت 40 ليلة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتزل نساءنا، فقلت: أطلقها؟ قال: لا، بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبيه مثل ذلك. فالله عليه وسلم جاءت زوجة هلال بن أمية فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: هلال شيخ كبير يضيع إذا لم يكن عنده أحد ولا يوجد عنده خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن لا يقربك، فإنه والله، قالت: والله ما به من حركة، خصوصا بعدما جاءه ما جاءه، فإنه لم يزل يبكي إلى يومه هذا. فقال بعض أهل كعب له: لو استأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم كما استأذنت امرأة هلال. فقلت: كيف أستأذن منه وأنا رجل نشيط وأنا رجل شاب؟ قال: فلبثنا بعد ذلك 10 ليالي حتى كملت 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فبين أنا في محلي أصلي صلاة الفجر صبح 50 ليلة، قد ضاقت علي الأرض بما رحبت وضاقت علي نفسي، فإذا بي أسمع صوت الصارخ يأتيني من بعيد، قد صعد على الجبل، جبل سلع، بأعلى صوته: يا كعب بن مالك، يا كعب بن مالك، أبشر أبشر. ولما كان كذلك علمت أن البشارة قد ستأتيني، وحينئذ خررت ساجدا
وعرفت أن قد جاء فرج من عند الله، وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر، فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل بالفرس يبشرني، وسعى ساع من على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس، فجاءتهم البشارة، واستعار كسى ثوبيه لذلك الذي سمع صوته، لأنه أول من بشره. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، وقام إليه طلحة يهنئه بالتوبة، وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أبشر بخير يوم مر عليك منذ أسلمت. فكانت تلك البشارة له رضي الله عنه، فأراد أن يتصدق بجميع ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك. فكانت قصة عظيمة، قصة كعب بن مالك وتخلفه عن غزوة تبوك. بارك الله فيكم جميعا، ووفقكم الله لكل خير،